خلال السنين اللي فاتت البشرية بتكون قدرت إنها تستعمل المريخ بنجاح، وبيكونوا بنوا مباني ومدن، ونيكولاي عمل مزرعة كاملة وبيشتغل فيها مع عيلته والروبوتات. لكن إيد الأولوغارشي بتوصل للكوكب، وفي سنة 2085 بنشوف شاب اسمه قسطنطين وبيكون مشغول جدا بالفلوس وبياخد ربح بكل سهولة لأي مشروع، ونيكولاي صديقه بيراهنوا على ذكائه. فعلشان كده قسطنطين بيخترع جهاز وبيكون قادر انه ينقل الوعي واللي بيسميه الناقل، وعلى طول بيوصل لشعار جذاب هيخليه يبيع الجهاز. لكن نيكولاي بيخفف من الحماس اللي عند صديقه علشان مش واضح اذا كان الجهاز ده شغال ولا لا. فقسطنطين وعده انه يجيب له فار للتجربه، لكن في الحقيقه هو جاب راجل اسمه فيتالي واتفق معاه انه يبدل وعيه مع كلب، لان ممكن دي تكون تذكره رجوعه للبيت، لان زوجته بتحب الكلاب. ونيكولاي بيرفض انه يعمل التجربه على انسان، على الرغم ان قسطنطين دفع للراجل فلوس كتير كان سالفها من والدته. فهو دلوقتي محتاج نتائج يا اما الفلوس هتروح عليه، وعلشان كده قسطنطين بيكمل التجربه بنفسه. ونيكولاي بيوصل وبيشوف الراجل انه بيتشنج جوه مجال قوه الجهاز وبيحاول انه يوقف الجهاز، لكن في نفس اللحظة الجهاز بيطفي من نفسه لأن بيكون النقل اكتمل. وبيروحوا للكلب لكن مفيش أي صوت بيخرج منه، وهم بيكونوا خايفين وعايزين ياخدوا تأكيد بنجاح التجربة بتاعتهم، والكلب بيفضل ساكت وفيتالي بيتكلم، وده معناه إن التجربة فشلت. والاتنين بيتفاعلوا بطريقة مختلفة مع الفشل، وقسطنطين بيتكسف من نفسه لأن عنده 25 سنة ولسه بيطلب فلوس من والدته. وبعد فترة نيكولاي بيقترح انهم يعملوا شركة بشعار روبوت في كل بيت، وبينتجوا روبوتات بأسعار معقولة للبيوت. ولو ده ما نجحش معاهم هو بيخطط يشتري أرض على المريخ ويعمل مزرعة هناك. وبعد 15 سنة نيكولاي بيستمتع بالحياة العائلية على المريخ، وبيدير مزرعته الآلية وبيعمل تقارير عن مزرعته وهي عن منتجات الألبان اللي بيعملها، وبيقدم الروبوتات المساعدة بتاعته وهم جالوشا وستيبان وفاليرا. وفي جرار عنده وعي بيتضايق جدا لأن الملك بتاعه نساه، لكن نيكولاي بيصحح الموقف بسرعة وبيشاور له. ونيكولاي بتكون عنده هواية مفضلة في تربية المروحيات، وده بيضايق زوجته ناديجا لأنه بيصرف فلوس كتيرة على هوايته. وبعد ما بيسمع شكواها من الموضوع بيقول لها انه بيصور فيديو ترويجي، وبنشوفه بيوري للمشتركين بتوعه مشروب مصنوع من فطر تي، وبيقدم بنته الكبيره مارينا اللي ما كانتش متحمسه خالص للحياه الزراعيه. وبعدها بيقدم بنته الصغيره ليودميلا اللي بتكون شغوفه جدا بانها تبني منشآت الطقس السيبراني على شكل اشجار البتوله الروسيه، وبيكون في 4 اشجار بتوله بيتحكموا في الطقس في المنطقه كلها، واللي البنت بتوضحه بحماس للمشاهدين. وبعدها بيركب المركبه بتاعته وبيطير بيها لمقلب الزباله اللي بيتم تجديده بانتظام، وبيكون فيه زبالة من الأرض، وهناك بيلاقي روبوت مرمي لكنه شغال بكامل طاقته. وزوجته ناديجا بتكون غضبانة جدا منه لأنه بيجيب كل أنواع الزبالة للبيت، لكنه بيخطط يسمي اكتشافه بفوفا وبيدمجه لبيتهم، واللي ناديجا بتوافق بالعافية عليه لكنها بتسميه فانيا. وفي ختام الفيديو نيكولاي بيدعو الناس الطيبين إنهم يروحوا للمريخ علشان يبنوا ويطوروا ويستمتعوا بالحياة، وده شعور بيتردد من العيلة كلها. وبعدها بيقعد مع زوجته فوق تل من القش وسط المناظر الطبيعية، وناديجا بتشك ان ممكن حد يجي لهم هنا. وفي خلال ده بنشوف الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة وهو قسطنطين باراجوزن في حمام السباحة، وبيفكر في صورته على القمر، لكنهم بيبلغوه بان المساهمين وصلوا وهو متضايق، وبيسأل ليه مساعده بافل ما قدرش يقدم اي اعتذار ليهم. لكن بافل بيكون بالفعل خلص كل الاعذار اللي ممكن يقولها علشان يلغي الاجتماع. وفي اللحظة دي في زرار بيتقطع من الجاكيت بتاع قسطنطين وبيقع في ايد روبوت اللي على طول بيتخلصوا منه. وقسطنطين بدأ يغلط في المساهمين اللي بيدخلوا لمكتبه وبيبدأوا يسألوه أسئلة مش مريحة بالنسبة له، وبيفشل انه يقدم اجابات واضحة، وهو مهدد دلوقتي انه يتغير من القيادة. وبيفكرهم ان الديناميكيات اجف من افكاره هو، وان هو صاحب شعار روبوتات في كل بيت، وبيردوا عليه ان الحصة المسيطرة من الاسهم هي في ايديهم هم. وعلشان كده قسطنطين بيكون عاوز يوصل لحاجة ايجابية، واللي بينقل الكلام لمساعده لانه مش هيقدر يفكر اكتر من كده. فبافل بيعلن عن بناء مصنع جديد على المريخ، والفكرة عجبت المساهمين جدا ومنحوا قسطنطين شهر واحد علشان ينفذ، وهو بيكلف بافل بالموضوع. وبنعرف ان الشخص الغريب اللي بان المزرعة في الموقع الصحيح بيرفض انه يبيعها باي تمن، فقسطنطين بيأمره انه يوريله نفسه، وبيتفاجئ لما بيشوف صديقته فولتو نيكولاي. وبنروح على المريخ وبيكون يوم جديد بيبدأ، وليودميلا بتدقق في البقايا القديمة لاختراعات والدها وبتلاقي الناقل، لكن نيكولاي بيتجاهل كل أسئلتها لأن بيكون عندهم مهمة تانية أهم بكتير، وهي إنهم ينشطوا الروبوت الجديد. ولما شغلوه مشي من مكانه وبيدور على خرقة علشان ينظف بيها. وفي اللحظة دي سفن الفضاء بتنزل في المزرعة، ومن أكبر واحدة فيهم بيخرج وفد بقيادة قسطنطين واللي بيجري علشان يحضن صديقه، لكن نيكولاي ما بيكونش فرحان بالضيوف اللي وصلوا. وقسطنطين بيكون مندهش جدا لأن في معيز كتير من اللي انقرضت بقالها فترة طويلة على الأرض، لكن نيكولاي ما بيكونش عايز يتكلم عن إنجازاته
لأنه متضايق جدا بسبب إن قسطنطين الجشع اللي استحوذ على شركتهم المشتركة. وقسطنطين بيقترح إنهم يحطوا الماضي ورا ظهرهم، وبيعرض عليه مبلغ ضخم جدا وبيكون كافي لنيكولاي إنه يستقر في أي مكان حتى لو كان على قمر أوروبا وهو قمر كوكب المشتري. وبسبب الاقتراح ده نيكولاي بيضربه في وشه، وعلى طول المدير بيشاور لمساعده بإنه يقرأ المرسوم اللي بيعلن ان الشركة هي مالكة المريخ، وبيبدأ انه يهدم كل مباني المزرعة فورا. واتباع قسطنطين بيمسكوا العيلة كلها وبيحبسوهم في الطيارة، ونيكولاي بيلاحظ ان الروبوت فانيا مفقود، وفجأة بيشوف انه لسه بيكمل مهمته. فنيكولاي بيقضي على الحراس وبيهرب من الطيارة، ومساعد قسطنطين بيقنعه انه يكون متساهل اكتر من كده، لان طرد الناس من بيوتهم دي حاجة غير قانونية، وللسبب ده بيخسر وظيفته. وبعدها قسطنطين بيروح يغسل وشه على الحوض وبيقلع الجاكيت الغالي بتاعه، وعلى طول فانيا بيفكروا قطعة قماش وبيمسكه وبيكمل تنظيف بيه، وقسطنطين بيجري وراه. في اللحظة دي العمال بيفصلوا مولدات المزرعة، ونيكولاي بيوصل للمكان وبيزق قسطنطين وبيوقعه على الكرسي الناقل، والجهاز بيتفاعل. ولما كل حاجة بتنتهي فانيا بيقع على الأرض، ونيكولاي بيحاول ينشطه، لكن فجأة بيبدأ يتكلم بصوت قسطنطين وبيبدأ يهدد إنه هيدمر المزرعة كلها. لكن لما بيشوف جسمه في الروبوت بيبدأ يصرخ، وبيعرف إن وعيه اتنقل لجسم فانيا. وساعتها نيكولاي بيفرح ان الناقل شغال، والروبوت بيبدأ يتعصب وبيطلب انه يرجعه. وبافل بيوصل للمكان وبيشوف جسم قسطنطين وبيبدأ يتصرف بشكل غريب، وبيأمر الناس انهم ينقلوه بعيد، وبيرموا الروبوت فانيا على جنب. ونيكولاي بيشوف ان قسطنطين بيحملوه على السفينة الفضائية اللي فيها عيلته، وعلى طول بيجري وراهم لكن ما بيلحقهمش، والسفينة بتطير بعيد. وفي الليل نيكولاي بيصلح عربيته وبيتحمل شتيمة قسطنطين ليه، وبيطالبوا انهم لازم يرجعوا للأرض لأنهم محتاجين يوصلوا لمحطة القطر. ونيكولاي بيتعصب وبيشتمه، فساعتها بيمشي وبيسيبه، لكنه بيثبت في الرملة وما بيقدرش يتحرك لغاية الصبح. ونيكولاي بيعدي من جنبه بيشوفه، ولما بيسمع وعده إنه مش هيتدخل في المزرعة بينزل على طول وبيخرجه وبياخده لمحطة القطر، وبيواجهوا عاصفة رملية شديدة وهم في الطريق بتقلبهم. وخلال الوقت ده مساعد قسطنطين بيرجع للبيت وبيستقبله زوجته وأولاده، وإنه لازم يعترف لهم إنه اتطرد من الشغل. وجالينا بتفكروا إن عيلتهم غرقانة في الديون سواء للشقة أو للعربية أو التجديد الجديد، وبكرة اشتراكهم في التلاجة هينتهي وممكن يطلبوا من قسطنطين إنه يتساهل معاهم. ورغم كل شيء فالموضوع كله للعيلة. وبنرجع تاني للمريخ، ونيكولاي بينجح إنه يحرر نفسه من العربية المتغطية بالرمل، وبيحدد مكان راس فانيا من خلال صوته. ولما بيدور أكتر بيلاقي باقي جسمه، وبعد ما بيجمع الروبوت بيحاول يخرج العربية. وفانيا بيقول إن القطر اللي هم رايحين له ده هو الأخير، لأن ما ينفعش أي حد يعرف حاجة عن المصنع الجديد. وأخيرا بينجحوا إنهم يخرجوها من الرملة، لكنها ما بتشتغلش. فنيكولاي بيجبر فانيا إنه يعتذر لكل الناس اللي غلطوا في العربية، وبعدها بيضحكوا من العبثية اللي هم فيها. وبعدها العربية بتشتغل وبيطيروا بسرعة لمحطة القطر. وفي نفس الوقت بافل بيوصل للمكتب وبيشوف روبوتات متدمرة ومرمية على الأرض، والرئيس التنفيذي المجنون بيخليه ياكل صابون، وبيتصل بدكتور آلي بيديله تشخيص مذهل، وهي ان ذكريات قسطنطين وشخصيته اتمحوا تماما، ومستوى تطوره دلوقتي هو مستوى طفل عنده سنة. وبنرجع للمريخ وبيكونوا قربوا من مدينة مارزيانسك، وفي واحدة كبيرة بتقف قدامهم وبتطلب منهم يوصلوها لمحطة القطر، وبتعجب بفانيا وبتفتكر الروبوت بتاعها جريشكا، وبتكون باعت أرضها لشركة قسطنطين وأخدت هدية وتذكرة قطر. ونيكولاي بيطلب منها تشاركه بأفكاره لأنه بيقدر يوصل آراء الناس، والست العجوزة بتبدأ تعبر عن رغبتها وفانيا بيأكده. وأخيرا المجموعة بتوصل لمحطة القطر، ونيكولاي بيودع العربية وبيبعتها للبيت، وبيدخلوا الأسانسير وبينزلوا بين المدارات وبيطلعوا للمنصات، لكن ما كانتش في تذاكر باقية للقطر اللي رايح للأرض. ونيكولاي بيحاول يتفاوض مع بياع التذاكر، وفانيا بيلاحظ تذكرة مع الست العجوزة. وخلال الوقت ده على الأرض جالينا بتطلب من زوجها تفاصيل عن الحادثة اللي حصلت للرئيس التنفيذي، وبتعرف انه مش هيقدر يتكلم او يفكر بشكل طبيعي لمدة سنة او سنتين على الاقل. وبتنصح زوجها انه ما يقولش اي حاجة لاي حد، وانه يبقى قائد الشركة، وانه يبقى شخص كويس من الرئيس التنفيذي اللي فات، لكنه ما بيوافقش. وزوجته بتفضل تتكلم فهو بيوقفها مؤقتا، وبيكون عايز يحقق لها كل رغباتها، لكنها بتضغط عليه. لكنها في الحقيقة هي مجرد صورة ثلاثية الابعاد تماما زي الاطفال اللي خلته يشترك معاهم رغم انهم مش شبهه. وبعد ما عبر عن كل اللي جواه لغى ايقافها، وهي لما عرفت انه وقفها غضبت جدا منه، وانها مش بتعمل كده لنفسها لكنها عايزاه ناجح وغني، فهو يستحق ده بعد كل حاجة. فبافل بيطلب منها تقلل الاقتباس، وعلى طول الصورة بتنفذ رغباته، لكنها بتفضل تضغط عليه. وفي نفس الوقت فانيا بيجيب تذكرة لنيكولاي، والاتنين بيركبوا للقطر
لكن بعدها بيشوف الست العجوزة اللي كانت معاهم وهي بره ومش عارفة تدور على تذكرتها، وساعتها بيعرف التذكرة جت منين، وقسطنطين بيوعدها انه هيبعت لها مكوك اول ما يوصلوا للارض. لكن نيكولاي بيعرف القيمة الحقيقية لوعوده وبيطالب الروبوت انه يعتذر ويرجع التذكرة لمكانها تاني ويركب الست العجوزة للقطر. وعلى طول فانيا بيرمي الست العجوزة للقطر، وبنكتشف انه ركب واحدة تانية خالص للقطر، ونيكولاي بيأمره انه يروح ويشيل الست الغلط من الرحلة، وهو الحقيقة بيروح يساعدها فعلا انها تلحق بالرحلة بتاعتها. وعلى طول بتركب العربية بتاعتها وبتفعل الصاروخ وبتطير بنفسها للقطر وبتمشي. وقسطنطين بيعبر عن كل حاجة بيفكر بيها في طيبة نيكولاي واللي كانت السبب في انفصالهم أول مرة. وبعدها نيكولاي بيحوله لمكنسة كهربائية وبيبدأ ينظف المكان، وده بيعرض نيكولاي لعواقب كتيرة لما قسطنطين بيرجع لجسمه من تاني. وفانيا بيلاقي تذكرة بريد فضائية وبيروحوا لمكتب البريد، وبنروح لبافل اللي بيجهز علشان ينام في بيت قسطنطين. فجالينا بتفكروا باختياراته اللي ما كانتش متاحة ليهم، ونيكولاي وفانيا طلعوا في رحلة للأرض في صندوق بريد، لكن بيكون في اختلاف في الفرز والصندوق بينحرف عن مساره لكوكب بلوتو. وفي نفس اللحظة عائلة نيكولاي بترجع للمريخ في رحلة كبسولة إنقاذ مخترقة الكوكب، وبتقع في الصحراء وبيكتشفوا عربيتهم وهي بتعدي من جنبهم. ونيكولاي وفانيا بينزلوا من صندوق البريد وبيتفاجئوا ان كل الناس لابسين اقنعة اكسجين. بعدها بيكتشفوا انهم في كوكب بلوتو وبينزلوا الشارع، وبيبان ان السكان بيكرهوا الروبوتات وبيكونوا عاملين مظاهرات لان نسبة البطالة ارتفعت عندهم. وبيكملوا طريقهم وبيدوروا على تليفون علشان فانيا يقدر انه يكلم بافل ويبعت له اي طيارة تنقلهم بسرعة. وبيدخلوا المكان لكن بيكون الروبوتات ممنوعة انها تدخل وبتزعق فيهم، لكن نيكولاي بيقول لها انه عايز يستخدم التليفون، لكن كل الناس اللي قاعدين بيتعصبوا وبيطردوهم من المكان. لكن فانيا ما بيستحملش وبيزعق فيهم وبيقول لهم ان بكلمة منه هينقلهم كلهم لأورانوس وهيتعذبوا هناك. فالناس بتقوم تشيله وبتكون عايزه ترميه بره، وبنعرف ان بسبب الروبوتات هم اتطردوا من شغلهم. ونيكولاي بيحاول انه يهديهم، لكن فجاه بيظهر راجل من وراهم بيوقفهم وبيقول انه هيتعامل معاهم بنفسه. وبنروح لبافل اللي بياكل قسطنطين، وبتكون تصرفاته شبه الطفل الصغير. وبيتذاع خبر على التلفزيون ان النهارده العرض التقديمي للشركه بتاعتهم يا اما هترتفع او تنخفض قيمتها، وكل ده في ايد قسطنطين. فعلى طول بافل بيتصدم من اللي بيسمعه وبيتجنن وبيفضل يجري وبيقول انهم هيفلسوا وخلاص الشركه هتقفل. لكن زوجته بتجيب له حل، وانها تقدر تتنكر باي شكل هو عايزه. وبيقترحوا مع بعض انهم يشتروا شكل قسطنطين من الانترنت المظلم، وبتطلب من بافل انه يكتب لها الكود الخاص بيها علشان ما يكونش فيه اي حدود قدامها. لكن بافل بيكون متوتر وقلقان انه يكتب الكود لانهم منبهين بعدم كتابه الكود. فزوجته بتزعل وبتقول انه مش واثق فيها، لكنه بعدها بيقوم يكتب الكود وبيحررها، وبيحاولوا يحطوا الشكل عليها، لكن بيكون في حمايه على الهولوجرام، ولازم علشان بافل يقدم الخطاب مكانه انه يكون معاه تصريح مختوم بختم ازرق. وهي دي الطريقه اللي بيوقع بيها كل الوثائق المهمه، لانه مش بيثق في التكنولوجيا، وهم محتاجين فحص عينه علشان يقدروا يدخلوا مكتبه وياخدوا الختم. وساعتها زوجته بتقنعه انه ياخده معاه للمكتب، وفعلا ده اللي بيحصل. لكن كل الناس بتلاحظ ان في حاجه غلط، وفيروشيكا بتدخل عليهم، وبافل بيديها الورقه اللي ختمتها علشان توديها لكل المساهمين في الشركه. وبنروح لنيكولاي، والراجل بيتعرف عليه على انه نيكولاي المخترع، وبيعتبره راجل حقيقي على عكس قسطنطين، وبيكون متنرفز منه جدا وانه لو مسكه احتمال يدمره. وبنرجع لبافل وبتجيله مكالمه من واحد من المساهمين وبيتوتر، لكن زوجته بتشجعه وبيرد على الاتصال وهي بتلاعب قسطنطين علشان يجاوب على الاسئله اللي بيسالها له المساهم. والمساهم بيستغرب ان بافل هيعمل معاه اللقاء، لكن بافل بيقول له ان فكره المريخ كانت فكرته برضه ومن حقه انه يطلع معاه، وهم متفقين مع بعض. وهو بيتكلم مع المساهمين قسطنطين بيلعب معاه، فبافل بيتنرفز وبيهدده، وده بيخلي المساهم يستغرب، لكن بافل بيعدي الموقف وبينهي المكالمه. وقسطنطين بيكون زعلان، فزوجة بافل بتقول له انه يسمح له يشوف برامج الكرتون. بعدها بنشوف فانيا وهو بيتصل بالمكتب بتاعه وما بيكونش موجود غير قسطنطين، وبيقوم وبيتك على الزراير كلها والستاير بتقفل، وبيقلع هدومه وينام. وبتدخل عليه فيروشيكا وبتسأله إذا كان اتصل بيها، وبتكون خايفة لأن المكتب ضلمة جدا. وفجأة بيظهر من وراها قسطنطين وبتترعب وبتصرخ لأنه بيكون عريان تماما، وهو بيخاف وبيطلع يجري. وفانيا بيكون مشغل التلفزيون وبيتفرج على المؤتمر، وشايف بافل بيقول إن الهدف من الزراعة على كوكب المريخ هو إنه يزيد فرصة أكتر من نمو النباتات، وكل ده بفضل قسطنطين. لكنهم كلهم بيتفاجئوا إن قسطنطين عريان وبيجري بينهم، وكل الناس بتستغرب من اللي بيحصل. وفانيا بيتعصب ومن غير قصد بيقول إنه قسطنطين. فساعتها الراجل اللي مضيفهم سمعه وبيقول انه هيبلغ كل الرجاله، رغم ان نيكولاي بيحاول يمنعه. لكن لما بيجي يطلع من الباب
فانيا بيستخدم السلاح اللي الراجل مخترعه وبيضربه بيه، فالراجل بيختفي ونيكولاي بيفضل يدور عليه في كل مكان وبيلاقي انه صغر جدا وبقى في حجم العقله، وبتدخل عليهم زوجته وبتخاف وبتطلع تجري، والرجاله كلهم بيوصلوا وبيطمنوا على رئيسهم مكار وبيحاولوا انهم يكسروا الباب. فعلى طول نيكولاي بيفكر في فكره، ولما الرجاله بتكسر الباب وبيدخلوا للبيت بيكونوا اختفوا ومكار متساب على الترابيزه، وبنكتشف انهم صغروا نفسهم وركبوا الطياره اللعبه وشغلوها وبيطيروا بيها وبينجحوا انهم يهربوا. وبافل بيقف قدام المجلس كله وبيشرح لهم اللي حصل بالظبط لقسطنطين، لكنهم مش مصدقين ان وعيه مش موجود، لكن اهم حاجه بالنسبه لهم المصنع اللي على المريخ، وبيوكلوا المهمه ليه هو وانه لازم يساعد رئيسه. وبنروح لعيله نيكولاي والعمال بيحاولوا يطردوهم من بيتهم بسبب اعمال البناء اللي هتحصل، لكن العيله بتقول لهم ما ينفعش لان في حيوان مريخي، وبنعرف ان ليودميلا ربته من صغره وبقى حيوانها الاليف وشبه الكلب. وبيدخلوا للحظيره وساعتها الطياره اللي نيكولاي كان باعتها بالرساله بتوصل، وبيعرفوا انه لسه قدامه شويه، وبيكون كل الوقت ده نيكولاي مفكر ان عيلته على الارض مش في القريه بتاعتهم. والعمال بيتصلوا ببافل وبيبلغوه باللي بيحصل وهو ما بيكونش عارف يتصرف، وبيقطع الاتصال معاهم. وبنشوف نيكولاي وفانيا بيكبروا فجأة وبينزلوا على الأرض، وساعتها نيكولاي بيقول إنه بيحاول يعمل الحاجة الصح مع البشر والروبوتات، لكن باين إن الكل بقى بيكرهه. وبيدخلوا المكان فيه تلفزيون وبيتواصل مع فيروشيكا وبيأكد لها إنه قسطنطين وبيكون عايزها تعمل له حاجة. وبافل بيكتشف اللي حصل وبيكون خايف للمجلس يطردوه، وزوجته بتقوله ما يقلقش من الروبوت وإن في حل واحد بس قدامه. ونيكولاي كان بيشتري حاجة من السوبر ماركت وفجأة بتوصل الطيارة بتاعته برسالة من عيلته، لكن فانيا بيلاقيها وبيقرأها وبيعرف انهم على المريخ. وساعتها نيكولاي بيطلع من السوبر ماركت، ففانيا بيتوتر وبيرمي الرسالة في الزبالة علشان نيكولاي ما يعرفش ان عيلته على المريخ، وكمان البناء لسه ما كملش. وبيروحوا يركبوا القطر، لكن الموظفة ما بترضاش تركب فانيا لأنه روبوت وممنوع إنه يدخل، فبيزعق فيها وبيوصل راجل من وراه بيوقعه على الأرض وعينه بتطير بعيد وبيعاكس الموظفة، ونيكولاي بينزل يساعده. والموظفة ساعتها بتقرر إنها تساعده وبتشغله في القطر علشان يخدم على الناس، وبتكون دي الطريقة الوحيدة اللي تخليه على القطر، وأهم حاجة إنه يضحك في وش الناس. ونيكولاي بيتعرف على راجل اسمه ريحان في القطر، وبنشوف فانيا وهو بيتمرمط في القطر وفي خدمة الناس وبينظف الحمامات والأرضيات وبيعمل كل حاجة. أما نيكولاي فريحان بيعرض عليه انه يلعبوا كوتشينه، وللاسف نيكولاي بيكون مدمن قمار فبيوافق. وفي المزرعه بنشوف الام شغاله وتعبانه وكل الروبوتات قاعدين على الكراسي وبيشربوا عصير وبيتشمسوا، فهي بتتعصب جدا وبتصرخ فيهم علشان يشتغلوا. فبتجيلها بنتها الصغيره بتقول لها ان ما ينفعش تصرخ فيهم لانهم مش هيعملوا اي حاجه، وبتاخدها علشان توريها حاجه، وبتكون رساله من زوجها علشان لو حصل لهم حاجه يعرفوا ساعتها ازاي يديروا المزرعه. وبيبلغها ان كل روبوت بيحتاج له اسلوب خاص بيه، فيه الحساس وفيه اللي بيحب المجامله، ولازم الام تعرف تتعامل مع كل الشخصيات دي كلها والا مفيش اي روبوت هيشتغل ولا يسمع الكلام. لكنها بيكون عندها اسلوبها الخاص وبتمنع عن الروبوتات كل حاجه هم محتاجينها علشان تخليهم يشتغلوا. وفي القطر الروبوت بيشوف الموظفه زعلانه لان مدير القطر طلع متجوز وقعد معاها علشان يواسيها، وبيبان ان في احساس حصل له وده حاجه غريبه بالنسبه له لانه روبوت. فعلى طول بيروح لنيكولاي وبيحكي له على اللي حصل، لكن نيكولاي بيقول له انه مش هيحس بالحب لانه مجرد قطعه خرده حديد ما عندهاش قلب، وبيكمل لعب. لكن ريحان بيكسب، وبنكتشف ان نيكولاي كان بيلعب على الروبوت فانيا وخسره لصالح الراجل. وفجأة حاجة بتنفجر في السكة وبتضرب القطر والإنذار بيشتغل، وبتكون السكة اللي قدامهم عطلانة، وبتكون في حتة من الفرن خبطت في القضيب اللي قدام، ولو معرفوش يشيلوها بسرعة فالقطر هيخرج عن مساره وكلهم هيتدمروا. فبتقوله انه ممكن يصلحه، لكنه بيقول لها انه مش من صلاحياته ومش هيقدر يعمل كده. فهي بتقرر تلبس بدلة الفضاء وبتطلع تشيل القطعة بنفسها، لكنها بتتفاجئ ان فانيا هو اللي طلع بره القطر علشان يصلح اللي حصل. وبره بيشوف الحجارة الصغيرة وهي بتخبط فيه وبيحاول انه يجري منها، لكن في حجر بيخبطه بيوقعه على العربية التانية من القطر. وفانيا بينجح انه يوصل المكان وبيكون لازم يشيل القطعة من القطر بسرعة، وبيخرج العين بتاعته علشان يشوف القطعة، ولما بيشوفها بيروح ياخد حديدة وبينزل وبيحاول انه يفك القطعة من القطر، وبيضربها ضربة قوية وبينجح انه يفكها، لكن بيخبطه ماس كهربائي وبيطير بعيد في الفضاء وبيبدأ يتلج، وبيكون مقتنع انه خلاص هيموت، لكنه بيتفاجئ بأنيا وهي خارجة بالبدلة وبتنقذه. وبنرجع للمزرعة وبنشوف كل الروبوتات ماشية من المزرعة، فلويدميلا بتوقفهم وبتعتذر لهم عن اللي والدتها عملته معاهم. وفجأة بتسمع صراخ والدتها وكلهم بيروحوا يشوفوا ايه اللي حصل، وبيكتشفوا انها خايفة من فار، وبتفضل تتحايل على الروبوتات انهم يساعدوها ويقضوا على الفار، لكنهم برضو بيسيبوها ويمشوا، لكنها بتوقفهم وبتفضل تعيط وبتعتذر لهم لانها مش عارفة تتعامل مع الروبوتات زي ما نيكولاي كان بيتعامل،
وساعتها الروبوت بيساعدها، وبنكتشف انها مش بتخاف من الفئران ولا حاجه، لكن دي كانت طريقه من الطرق بتاعتها. وبنشوف الروبوتات وهم بيشوفوا الرساله اللي نيكولاي سابها لهم هم، وبيحكي لهم فيها عن زوجته وقد ايه هي طيبه، لكنها بتنفعل شويه، وحكى لهم عن طريقتها في العياط وانهم دايما يضحكوا عليها ويخلوها تفكر انها الشخص المسيطر، لكن في الحقيقه هم الاشخاص المسيطرين في المزرعه. وفيروشيكا بتطلع سطح الشركه وبتلاقي بافل واقف لوحده، وبتكون هي كمان عايزه تقف لوحدها، وبتحاول انها تنزل، لكن بافل بيناديها وبيخليها تقف معاه، وبتقوله انها بتطلع هنا لما بتحتاج ترتاح شويه من قسطنطين. فهو بيطمنها وبيشتمه باعلى صوت، وهي بتخاف، لكن هو بيفضل يزعق وبيقنعها، وبتحس بحماس وبتشتمه باعلى صوت عندها، وبيفرحوا جدا. وبعدها بيسالها لو عندها الفرصة انها ما ترجعش قسطنطين خالص للمكان ده فهل هتعمل كده، لكنها بترفض وبتقول ازاي هي هتكون افضل منه لو عملت كده. وفي القطر كل الناس بيسقفوا لفانيا على انقاذه ليهم، وانيا بتبوسه، ونيكولاي بيتفرج وفرحان. لكن بعدها بيتفاجئ ان ريحان بياخد الروبوت وبيمشي بيه، فبيجري عليه وبيشد منه الروبوت، لكن بعدها بيشوف الكوتشينه وهي بتقع من ايده وشكلها بيتغير، وبيعرف انه غشاش. لكن ريحان بيرمي الجاكيت عليه وبيشيل راس فانيا وبيهرب بيها. وفي النهايه نيكولاي بيبعت رساله لعيلته انه هيتاخر تاني، وبيكذب عليهم لانه قال لهم ان في راجل محترم قابلوه في القطر ودعاهم انهم ينزلوا عنده لكوكب زحل، والحقيقه انه نازل علشان يلاقي ريحان ويرجع فانيا. ودي نهايه المسلسل، ونتقابل في تلخيصه جديده، وشكرا للمشاهده.